I hope that you're faring well. النهاردة هكلمكم على أسرع طريقة تحسن بيها الفوكاب بتاعك من غير ما تضطر تعمل مجهود كتير، وبدون مبالغة مش محتاج أكتر من ربع ساعة في اليوم، تلت ساعة بالكتير جدا جدا يعني. حضرتك هتخش على البلاي ستور أو على الأب ستور وتنزل الابليكيشن ده Barron's 1100 words that you need to know. الابليكيشن is available for free، فحضرتك هتقوم منزله، وأول ما تفتحه هتلاقي إن هو present you with this screen. The application is divided into several weeks، وكل week بيبقى divided into 5 days. الفكرة بتاعت الابليكيشن سهلة جدا وممكن تطبقها وانت حتى مروح من المدرسة في الباص أو whatever يعني. انت بتخش على كل يوم let's say week 1 day 1، وأول ما تخش عليه هتلاقي إن هو بيديك 5 new words per day تذاكرهم لليوم ده. الابليكيشن معمول بشكل أساسي عشان الأكت والسات، فعشان كده هتلاقي إن هو بيستخدم نفس الطريقة اللي بتيجي في الإكزام، اللي هي فكرة إنك تطلع ال meaning of the vocabulary words من ال context clues، من ال clues اللي أنت بتقراها وأنت بتقرا الجملة. ف generally speaking هو بيعمل إيه؟ أول حاجة present you with new words، بيديك 5 new words كل يوم تذاكرهم، فتلاقي إنك أنت بدون مبالغة على مدار الأسبوع عرفت 20 new words بنفس الطريقة بتاعة ال SAT والACT، وطبعا لو أنت حابب ممكن تزود من عندك. هيبقى هو بيبريزنت أولا بيديك ال 5 words used، يعني every word is used in an example. طبعا لو حابب ممكن إنك أنت تسمع إزاي ال word is being spelled أو الصاد يعني. بعدين بتلاقي إن هو جايب لك paragraph صغير مستخدم فيه ال 5 words دول، paragraph صغير مستخدم فيه ال words انت بتحاول تجاس ال meaning بتاعه. after that بيديك activity تاني انك تستخدمهم fill in the blanks، وبعد ما تكون خلاص عملت كل ده فيجاست من ال context clues بالتقريب كل جملة معناها ايه. اخر exercise خالص في اليوم انك تعمل matching between ال meanings و between ال words، يعني مثلا تجيب ال first word اللي عندنا اللي هي voracious وتختار ال meaning بتاعها out of the 5 meanings. فتلاقي كده انك انت ان شاء الله يعني بتوفيق ربنا انك انت عرفت تعرف كل المينينجز بتاعت الوردز سريعا جدا جدا جدا. و my own personal opinion او اللي بحب اقوله للستودنتس بتوعي what I recommend to them، انك انت لو انت في الاول بتلاقي صعوبة انك تمشي بنفس الاوردر ده اللي هو من فوق لتحت، ممكن اول حاجة تعملها تقرا الوردز within examples and after that تنزل لحد ال definitions، تشوف كل definition والexample اللي استخدمناه فيه، وبعدها تطلع تقرا الباراجراف وتحل الفيل in the blanks. وبس كده يا شباب. الطريقة دي جميلة جدا وهي أصلا متاخدة من كتاب معين اسمه 1100 words you need to know بتاع بارونز. الكتاب ده اللي أنا استخدمته وأنا student لل SAT عشان أزود ال word count بتاعي جدا جدا والفوكاب اللي أعرفه كتير جدا يعني. فأنصحكم بيه جدا، أنا فعلا ما كنتش بستخدمه غير تقريبا ربع ساعة في اليوم وجاب معايا نتائج سريعة جدا بشكل أنا ما كنتش متخيله. غير حتى إن هو فادني في الفوكاب ففادني جدا في الريدنج، لأن أنت كده كل يوم بتحاول تجاس المينينج بتاع certain words من الكلام اللي حواليه. I recommend الكتاب ده جدا جدا جدا. بس كده يا شباب، أتمنى إن أكون فدتكم، ولو الكتاب ده فادكم ابقوا ادعولي معاكم، ما تنسونيش. I'll see you later يعني توفيق ربنا. السلام عليكم.